سابت العربية ثواني وطلعت ما لقيتش العربية وما لقيتش عيالها فيها كمان. قصة حصلت امبارح، حصلت صباحا 1:03 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، حصلت في نيوجيرسي. في واحدة دخلت واوا تجيب قهوة أو حاجة على السريع الساعة 1:03 بالليل، قعدت دقايق جوه، كانت سايبة العربية شغالة وكان فيها طفلين، طفل عنده سنة والطفل التاني عنده 7 سنين. طلعت ما لقيتش العربية. الشرطة قلبت الدنيا، والشرطة أخيرا وصلت للعربية بعد 30 دقيقة من الحادث. لما الشرطة وصلت للعربية لقيت الطفلين موجودين، كانت صحتهم كويسة، ما حصل لهمش أي مشاكل الحمد لله، ولكن هم ما لقوش السارق. السارق كان هرب من المكان. طبعا الشرطة دلوقتي بتدور عليه وبتطلب من اي حد عنده معلومات عن الموضوع يروح يبلغ الشرطة. القصة دي حصلت في بريدج 10 والبوليس هناك بيدور عليهم. فيا جماعة الله يخليكم، محدش يسيب العربية دايرة وينزل، محدش يسيب العربية مفتوحة، محدش يسيب العربية فيها أطفال. انت كده بتحط نفسك في مشكلة كبيرة، ده اهمال. ممكن المحكمة في الاخر تاخد منك عيالك لو انت سبت العربية بالشكل دوت. ممكن المحكمة تاخد منك عيالك لو انت سبتي العربية بالشكل دوت فيها الأطفال. الأطفال ممنوع يتسابوا لوحدهم في العربية. كمان ما ينفعش تسيب عربية مفتوحة، ما ينفعش تسيب عربية دايرة حتى لو انت في حتة امان. ما تضمنش الناس، ما تضمنش الدنيا. دلوقتي احنا بقينا عايشين في عالم غريب مليان بالمشاكل. الحمد لله الأطفال بخير، ما حصل لهمش اي مشكلة، ولكن لا قدر الله كان ممكن يعمل فيهم اي حاجة. احنا لسه شايفين الخبر بتاع فيديكس، سواء اللي خطف طفلة واعتدى عليها وموتها وطبعا اخذ حكم الاعدام في الاخر، ولكن ليه تحط اطفالك في مشكلة زي كده وتجربة سيئة جدا زي كده؟ ربنا يسلم الجميع، خلي بالكم من عيالكم، ربنا يسترها على الجميع في كل مكان.